طلعت تجنن، مش قادرة اوصفلك قد ايه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، وفي خطوة واحدة بس هتقدري تعمليها في الخلاط او بالهاند بلندر. هننزل بكوباية من الحليب، وعليها كوباية من السكر، وعليهم كوباية من الزيت، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط او الهاند بلندر. هنلاقيهم تقلوا معانا كده، نفضل نضرب كده لحد ما نحصل على قوام هش كده، وهننزل عليهم ب3 بيضات، وعليهم رشة من الفانيليا، وهنضربهم تاني سوا مع بعض. هنقلهم بقى في بولة كده، علشان هنضيف عليهم الدقيق والبيكنج باودر. بس اهم حاجة الدقيق يكون منخول كويس جدا مع البيكنج باودر. هنزل بكوباية ونص من الدقيق، باكت من البيكنج باودر، ونخلط المكونات كويس جدا كده. بعد كده هقسم الخليط دوت لنصين. النص الاول هحط عليه كاكاو، والنص التاني هسيبه ابيض زي ما هو. قسمناه بالمنظر ده. هجيب بقى معلقة من الكاكاو، هنزل بيها على الخليط، خليط واحد منهم، والتاني هحط عليه معلقة من الدقيق، عشان الاتنين يبقوا نفس القوام بالمنظر ده. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، الصينية نكون دهنينها كويس ومعفرينها كده بالدقيق، تكون مغلفة بالدقيق بالمنظر ده. وهنرص بقى الكيكة جنب بعض، معلقة من الكيكة بالشوكولاتة، ومعلقة من الكيكة البيضة. مش قادرة اوصفلك هتطلع معاكي عاملة ازاي، هتشوفي قد ايه هشة وقد ايه طرية، ومنظر الالوان وهي داخلة في بعضها كده بجد رهيبة جدا جدا جدا. ناخدها بقى ندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 45 دقيقة. هتطلع معاكي بالمنظر ده كده رهيبة. هوريكي لما اقطعها هتبقى عاملة ازاي. شايفة خفيفة وهشة قد ايه، رهيبة بجد. تجنن. بصي من جوه عاملة ازاي، شايفة التسوية وشايفة قوامها، لا رهيبة رهيبة رهيبة. بصي قومي جربيها بقى حالا. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا شير عشان توصل لمزيد من المتابعين والكل يستفاد.
اعمليها بنفس الخطوات أبدا، عمرها ما تفشل معاكي. وأهم حاجة النار تكون هادية تماما. درجة حرارة 180 دي يعني أقل درجة حرارة عندك في الفرن. شايفة المنظر يجنن. هستنى رأيكم حبايبي، والسلام عليكم.